لعلنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منورين الدنيا كلها. كان في أغنية بحبها قوي للست فايزة أحمد رحمة الله عليها. كانت بتقول خلينا ننسى اللي فات ونفتكر بس النهاردة. ده إذا كنت أنا فاكرة كلمات الأغنية كويس. تخيلوا حضراتكم إن خلينا ننسى اللي فات ونفتكر بس النهاردة ونعيش بقى اللحظة اللي احنا عايشينها، وبلاش نتكلم في الماضي على رأي عمرو دياب. وكل الكلمات الجميلة دي تعتبر علاج نفسي. في الحقيقة تعتبر علاج نفسي، لأنه كتير مننا قوي للأسف الشديد بيعيش أسير وهم أحيانا، أو بيعيش أسير ذكريات مضت عليه بتمنعه من أنه يستمتع بالحاضر. يعني مثلا على سبيل المثال واحد اتخان في حبه زمان، أو زوجة يعني جوزها أنا مش عارفة همسك الخيانة ولا إيه، جوزها خانها، أو ممكن يبقى أسير ده، فتلاقيه بيبقى صعب بالنسبة له أن هو يبتدي من جديد، او يدخل قصه حب جديده، او يروح يشتغل تاني. يقول لك هروح اشتغل ليه بقى؟ ده انا كل اصدقائي بيكرهوني، ده انا كل اصدقائي بيضطهدوني، لا مش هدخل الامتحان تاني. فاكر لما دخلته السنه اللي فاتت وكان حصل لي ايه وايه؟ ففعلا احنا في كتير قوي مننا بيعيشوا يعني اسرى اللحظات الماضية. ما تيجوا ندرب نفسنا عليه، يعني ندرب نفسنا كلنا ان احنا نحاول نتخلص يعني وقت باخر، وبحيث ان احنا ما يبقاش نتخلص من اي حاجة بتضايقنا بقدر الامكان، ونحاول نتدرب عليها. انا سامع حد من اصدقائي دلوقتي يقول له النبي يا دكتورة هنتخلص منها ازاي وهنتدرب عليها ازاي؟ ده احنا عبال ما بنطلع من موقف بنعاني منه بندخل في موقف تاني. ما تقولي لنا كلام منطقي. والله اللي بقوله لحضرتك ده كلام منطقي، لان الانسان مننا لو اتعود هيبقى بعد كده بنسميه بقى خلاص اللي التعود ده بيبقى بعد كده سلوك على طول الواحد بيعمله باستمرار. وكل ما كان الواحد بيحاول ان هو يتخلص من الاشياء الماضيه اللي سببت له توترات او سببت له قلق، بيعيش الحاضر بشكل افضل. وبعدين عاوز اقول لحضراتكم حاجه بقى، بعيد عن الفلسفات وبعيد عن النظريات وبعيد عن كل حاجه. هو الماضي اللي حصل ده مش خلاص حصل؟ مش خلاص حصل؟ طيب حتى لو احنا عانينا منه هو خلاص حصل، يعني ماضي، يعني انتهى، يعني المفروض ما نفكرش فيه عشان نقدر نعيش الحاضر بشكل افضل. ياه ده الدكتوره زينب هتعيد لنا الكلام الانش تاني. لا بجد والله، يعني الحياه ما بتقفش عند حد، والحياه ما بتقفش عند موقف مهما كانت الضغوط. وفي مقوله بتعجبني قوي ان دايما احزان الانسان بتتولد كبيره، دايما الاحزان بتاعتنا بتتولد كبيره وبعد كده مع الوقت بتقل. حتى لو كل واحد مننا حاول يسترجع اي موقف كان ضاغط عليه في لحظه من اللحظات، صدقوني حضراتكم هتلاقوا ان لما الواحد كان في الموقف عكس ما الموقف مر بيه شهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين. فملوش لازم نعيش اسرى الماضي. خلونا نسترجع الذكريات الحلوه ونتجنب بقدر الامكان الذكريات اللي مؤلمه. وزي ما بقول لحضراتكم خلاص هو اللي حصل واحنا اتألمنا فبقى ماضي، فبقى مش موجود. فتعالوا نستمتع بالحاضر بقدر الامكان، ونحاول ان احنا يعني نحط نقول باللغه الاستراتيجيه بقى، نحط خطه للي جاي يكون بشكل افضل. المهم ننسى الماضي. اوكي يلا باي باي.